دلوقتي يوتيوب اوتوميشن بيعمل فلوس كتير جدا، ومعناه انك تعمل محتوى بدون ما تبين وشك. وطبعا في ناس كتير جدا بتعمل منه مشاهدات عاليه جدا وبتفعل الربح وبتبدا تعمل منه فلوس. وحرفيا ناس كتير جدا بتعمل فلوس مهوله من الموضوع ده. ولو انت عرفت تحترف اليوتيوب اوتوميشن فصدقني انت حياتك هتتغير. وعشان كده انا قررت ان اعلمك كل الحاجات اللي اعرفها. فانا قررت ان انا اعمل قناه التليجرام، هتلاقيها في وصف القناه وفي وصف الفيديو. هعمل فيها كورسات مدفوعه بمبلغ رمزي جدا، او تقدر تشترك في عضويه اليوتيوب اللي انا لسه عاملها من كام يوم. والاثنين دول هيكون فيهم كورسات على ازاي انك تقدر تعمل محتوى مربح وتعمل مشاهدات بالدليل. فخش دلوقتي وابدا اعمل فلوس، ويلا بينا نبدا الفيديو. في نوع محتوى جديد من اليوتيوب ظهر في يوتيوب اوتوميشن، وحرفيا لو قلت لك ان المحتوى ده كسر خوارزميات اليوتيوب لدرجه ان الفيديوهات بتعمل منه مشاهدات عاليه جدا، ونسبه الفلوس لكل 1000 مشاهده فالمحتوى ده بالذات بيتعدى $30. وطبعا المحتوى ده بيتكلم عن الحيوانات وبيحكي عن حياتهم. عشان كده الار بي ام والسي بي ام عالي جدا. ولو انت ما تعرفش ايه الاثنين دول، فالسي بي ام ده تكلفه كل 1000 مشاهده اعلانات. يعني مثلا لو في فيديو جاب 10000 مشاهده ومنهم 4000 شخص اتفرجوا على اعلانات، فكده اليوتيوب بيحاسبك على ال 4000 دول، وهو ده سي بي ام. وبيتغير على حسب نوع المجال. فزي ما احنا قلنا ان مجال الحيوانات بيكون عالي جدا كفلوس، السي بي ام هيكون مثلا بيتخطى ال $12 ولا حاجه. والار بي ام ده تكلفه كل 1000 مشاهده، وده برضك بيكون عالي جدا على حسب نوع المحتوى. وبالنسبه لنوع المحتوى ده اللي هو خاص بالحيوانات، فالار بي ام بيتعدى $30. فلو خدت بالك ان في الفيديو عندك قناه اسمها دينزو، ان طريقه الرسم في الفيديوهات دي عباره عن رسم كرتوني لكل فريم. وعشان تعمله بالطريقه دي فصراحه هي صعبه جدا. ولكن انا قعدت افكر ازاي اقدر انسخ النوع ده من المحتوى بنفس الطريقه، والحمد لله مع الوقت قدرت اعرف ازاي اعمل نفس الفيديو ده باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقبل ما نبدا فانا عاوز اشكركم جدا على الدعم ده، والحمد لله على وصولنا ل 5000 مشترك، ودي اسامي الناس اللي عرفت كلمه السر في الفيديو اللي فات. فكمل الفيديو ده واعرف كلمه السر واكتبها في تعليق، ويلا بينا نبدا الفيديو. اولا في اكتر من اداه عشان نعمل المحتوى ده. واولا اول شيء عايزين نعمله هو احنا نعمل سكريبت مشابه للفيديو ده. وتعالى نبدا واحده واحده. طبعا ده الفيديو اللي انا عاوزه. نعمل كوبي، تخش على الموقع ده، وكل المواقع دي هتسيبها في الوصف. كليك يمين باست ترانس سكريبت. نعمل كوبي ترانس سكريبت، ونخش بعدها على ديب سي عشان نعمل تقسيم للمشاهد. نعمل كوبي ونعمل باست، ونكتب بعدها كده بقى هنا. يعني اعمل لي مشاهد لكل 3 ثواني. فهو طبعا هيقرا كل الكلام ده، وساعتها هيقسم لي المشاهد كلها متقسمه لكل حاجه. ممكن مثلا نقول بالعربي قم بتقسيم. بس لازم اقول له تقسيم المشاهد، لان صراحه في الانجليزي يعني على الله. يخلص كل المشاهد دي، وبعد كده تقول له ان هو يعمل برومو لكل مشهد من دول. قم بعمل برومو. ونخش طبعا هنا، نخش على البرومو اللي انا عملته. كوبي بالانجليزيه ولا حاجه، بالانجليزي عشان نختصر الموضوع. ده اول مشهد. نعمل هنا درو، كوبي، ونخش على الموقع التاني اللي اسمه بيك لومون. تمام، تقدر تخش من عليه عن طريق انك تسجل بايميل جوجل. وبعدها تخش هنا ونعمل 16 في 9، ونعمل صورتين. وبعد كده نبدا نسخ اول برومو، ونعمل اوكي. طبعا زي ما انت شايف انا جربت الموضوع ده من شويه وعمل لي صور عامله ازاي جامده جدا. حرفيا حاول نخلي البرومو كله نفس الستايل، وهكذا. وتعمل نسخ لكل المشاهد من ديب سيك، كل بروموهات، وتبدا تعملها لحد ما تخلص. فعندك الموقع ده اللي اسمه فوتوبيا، وده شبه فوتوشوب شويه ولكن اونلاين، فانت مش هتحمل حاجه. فاولا هنحمل الصوره اللي احنا عايزين نحملها، الصوره دي، ونحرك مثلا الطائر ده ولا حاجه بالفريم بفريم. نعمل اوبن فروم كمبيوتر وتطلع الصوره دي. اولا احنا عايزين نحرك الطائر ده. فهنعمل اول نضغط على هنا دي، نضغط على دي، نعمل مسح، ماشي، ونضغط على هنا ونكبر الدايره شويه. سيلكت، ونعمل ديس سيلكت عشان يمسح، نقدر نمسح اللي حواليها. قشطه. نعمل اديت عليه، باب وورب. طبعا بيكون معمول عليه شو مش، فنضغط على شو مش، ونبدا نعمل هنا زي حركه مثلا للطائر، وهنا وللراس والديل. هنزلها كده شويه كده شويه كده، ونعمل سيف اللي هو كأنه بيطير يعني. ونعمل اكسبورت از بي ان جي 1، وننزلها تحت خالص تحت خالص، ماشي. ونعمل نفس الفكره، اوكي، بي ان جي. نرجع تاني كده كده، هو كده يعني بي ان جي. وبعد كده نعمل نطلع تاني، ولكن نخش تاني على الصوره، وعايزين نشيل دي بس، ايوه دي، ونصغر شويه كبر الدايره، ونشيل تمام. وبعدين نعمل نضغط على دي، ونضغط على اللون ده، ونضغط هنا، فبيختار اللون اللي احنا ضغطنا عليه. ونعمل بي ان جي، نعمل اوكي. نخش على كاب كات، ونخش هنا ونختار الصور كلها لحد الصوره دي. نحط الصوره الاصليه ونكبر الصوره شويه. اولا الصوره الاولانيه دي زي ما انتم شايفين يعني ثانيه لكل فريم.
علم عليهم كلهم، ونعمل كليك يمين كريت كومبوز كليب، ونرجعها زي ما كانت، نضغط على زرار الت ونزقها هنا، فنعمل نسخ، نعملها اكتر من مره. وتعالى نشوف الايه الحركه. نعمل ده كله كده ايه كومبوزيت قشطه. طبعا دي الصوره بتاعت الطائر، نخليه هنا كده ولا حاجه، ونضغط على ايه التحريك، الحركه هنا شويه، هنجيبه هنا، بعد كده نجيبه هنا، وبعد كده نعمل كده، ونعمل كليك يمين edit mirror، نعكسه بالك، وهنا وقفه تاني. تعال بقى نبص على اللي احنا عملناه. تعال بقى نبص كده الحركة. ممكن يكون حركة ايه الطائر، نفس الفكرة هتعملها مع التعبان او دول. فانت كده اعتقد ان انت عرفت انك تقدر تعمل صورة كل الكلام ده بانك تشيل الخلفية. لو انت بقى شايف ان الموضوع ده صعب جدا ومش هينفع معاك قوي للدرجه دي، فانا عندي ليك فكره تانية اسهل، بس برضك باستخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن اسهل بكتير جدا. تمام، وهي ايه؟ اولا هنخش على الفيديو اللي احنا عايزين نقلده. لو انت مش عارف ازاي انك تعمل سكرين شوت، شايف الثلاث زرار دول، عندك زرار ده وده وده، بتعملهم هما الثلاثه مع بعض، فبتعلم هنا كده زي ما انت شايف هنا كده، وتصبر، يجي لك الصوره اللي احنا نسخناها، وتعمل هنا سيف، تعملها برك مثلا في الديسكتوب ولا حاجه. بعد كده بنخش على شات جي بي تي، ونحط الصوره اللي احنا عملنا لها سكرين شوت. بعد كده بنقول له ايه، انا بقول له اعمل لي نفس الصوره دي. الطريقه التانية اللي هتساعدك يعني بنسبه كبيره شويه، ولكن هنا ازاي نحرك الصوره دي؟ اولا هنحمل الصوره دي، طبعا نعمل هنا على داونلود مش هتلاقي الصوره، لكن لو عملنا اول هتلاقي الصوره اللي احنا عملناها، لان الصوره دي بصيغه تانية فلازم نعدلها. برنامج الصور، ونعمل سيف از، وهنا نعمله ايه جي بي اي جي، نخش على الديسكتوب، هتلاقي الصوره اهي، ونصبر الصوره لحد ما تتحمل، ونعمل ايه اوكي 30 ايه ده 30 نقطه. وزي ما انتم شايفين قبل ما الصوره تتعمل، دي تحريك حرفيا 3 دي، يعني جامد جدا، واكتر من فريم كمان. نيجي بقى على اخر حاجه، وهي الصوت بالذكاء الاصطناعي. طبعا هنا جاب لي برومو، احنا عايزين نعمل نص القصه، يعني اعطيني نص القصه لكل ايه مشهد. طبعا هيعمل كده، نطلع فوق ناخد النص ده. انت بقى ايه دلوقتي؟ نيجي عند اهم حاجه دلوقتي، احنا المحتوى ده احنا عايزين نقلده ولكن مش بالانجليزي. لو انت عايز تعمله بالانجليزي فانت ممكن تاخد نفس السكريبت، ولكن ده كده ممكن يجي لك حقوق طبع ونشر بسبب طبعا انك سرقت السكريبت. فاحنا ممكن نعمل ايه قوم بترجمه للعربي، كليك يمين كوبي، نخش على ليفل لابس، ونعمل على لايبراري. وطبعا احنا هنا القصه بتاعتنا بتتكلم عن قصه معينه، فنعمل ايه نيتيف ستوري، ونختار اول واحده، وتمسح، ونعمل كليك يمين باست، وتعمل جنريت. تولد في غابة الأمازون الكثيفة، تنزلق من جسم أمك مع أشقائك. وكده احنا ايه عملنا ايه زي تبلجه بالعربي. وبعد ما تخلص ده كله طبعا تخش على على ايه كاب كوت، وتحط الصور اللي احنا عملناها كلها مثلا زي الصور دي. تولد في غابة الأمازون الكثيفة. ونفس الفكره لحد ما تخلص كل الصور اللي انت عملتها وتعمل اخراج، وبكده تكون احنا ايه قدرنا ان احنا نعمل محتوى مشابه للمحتوى ده، اللي حرفيا يعني وصل ل 400 الف مشترك من خلال 10 فيديوهات، ووصل في الفتره دي يعني وصل ل 20 مليون مشاهده. كلمه السر في الفيديو ده هي يوتيوب اوتوميشن. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا على المشاهده، وسلام.